طلع لحام نزل فحام. من هو؟ عبد السلام عارف. عبد السلام عارف راح للبصرة وقعت بيه الطيارة، احترقت طيارته ووقعت. هوسوا شيعة العراق هاي الهوسة، طلع لحم نزل فحم. زين ليش هاي الهوسة اللي نقول صعبة وبها نوع من الشماتة؟ هاي الهوسة لأنه مؤسس منع العزاء الحسيني هو عبد السلام عارف، هو من منع العزاء الحسيني. اللي اجوا بعده شافوا عبد السلام عارف هو اللي مانعه، والمنع بوقته أخذ اعتراضاته وأخذ الغضب ماله وخلاص هدأت، بقوا الوضع مثل ما هو. ولكن عبد السلام عارف اشتهر لبغضه للعزاء الحسيني، واشتهر لبغضه لشيعة العراق، فأطلقوا هاي الهوسة. قبل كان الملك عنده بغض، ولكن بغضه مبطن مو بهالشكل المعلن. إذا هاي الهوسة أخذت صداها. سألوني من نشرت شلون ترضى يا علي، باب الصحن سدوها والعزيات منعوها. كم سؤال وكان من الشباب أتصور منو أول واحد منع العزاء؟ أول من منع العزاء هو عبد السلام عارف. اللي إجوا بعده شافوا القرار منع موجود بقوا. شكرا زهرة زنجنة.